ما تصدقش حد الفترة الجاية، لان انت الوحيد اللي الذهب في ايده هيتحول لتراب. سألتش نفسك ليه انا كتاجر فضة وذهب ببيع سبائك لكن ما عنديش سبيكة لنفسي؟ هتسمع اعلانات كتير الفترة الجاية ان الذهب زينة وخزينة وانه استثمار امن وانه الفترة الجاية هيزيد وهتكسب. ده صحيح لكن مش ليك انت. ركز يا صديقي بين السطور، لان مش كل شيء يسري عليك. الذهب زينة وخزينة، الذهب استثمار امن، اكتر من فيديو قلت ان الذهب بيكسب، لكن مش لك. يكسب للناس اللي ما بتعرفش تشتغل، يكسب على الأمد البعيد أكتر من سنة وسنتين، يكسب لرجل خرج على المعاش ومعاه مبلغ من المال وخلاص ما عادش عنده القدرة إنه يشتغل فعاوز يحافظ على فلوسه. أما أنت كتاجر أو صاحب شركة تخسر فورا. مش بس تخسر، دي مؤامرة عليك اقتصاديا وعلى اقتصاد بلدك كمان. عاوز دليل؟ طبعا اتفضل. احنا هنا سرايا عابدين بنتكلم بالعقل، مش اي ترندات وهوجة وخلاص. انت لو تاجر او صاحب شركة رأس المال معاك مهم، اقتطعت من مالك 191,000 جنيه علشان تشتري سبيكة 50 جرام من الذهب، بعد شهر او شهرين هتكسب في الجرام 200 جنيه، يعني ال 50 جرام ذهب كسبوا معاك 10,000 جنيه. شيل منهم قيمة المصنعية وبعد الكاش باك شيل منهم 3,500 جنيه، فانت بعد شهرين ال 191,000 جنيه كسبوا معاك 7,500 جنيه. هل انت كتاجر او صاحب شركة او بتحتاج الفلوس ال 191,000 جنيه بعد شهرين يكسبوك 7,500 جنيه بس؟ لا، انا لا تاجر ولا صاحب شركة ولا ليا في الاقتصاد. انا عاوز احوش فلوسي، لو هتحوشها لخلال شهرين هتخسر، لو هتحوشها لما الولاد يخشوا المدارس تسحبها هتخسر، لو هتحوشها علشان تصيف هتخسر. الذهب بيكسب على مدار السنين وليس على مدار الشهور والأسابيع يا صديقي. عرفت ليه انت كتاجر او صاحب شركة لو مسكت الذهب تحوله لتراب؟ الاستثمار في الذهب او الادخار مش لك. اقول لك ليه هو مؤامرة اقتصاديا وهتأثر عليك. في تقرير نشرته من 3 ايام ان المصريين تراجع مشترياتهم من الذهب الى 14 طن من الذهب سنويا. فلو مشينا ان المصريين ما اشتروش ال 14 طن من الذهب، اضربهم كده في 1000 كيلو، يعني معانا 14,000 كيلو، اضربهم في 1000 جرام يعني معانا 14 مليون جرام، اضربهم في متوسط 3.5. اقرا انت الرقم ده علشان انا اخري 5000 وما بعرفش اعد. تخيل ان الفلوس دي كلها مجمدة من الاقتصاد، دي ناس محوشاها، ناس خزنت الذهب، هتخزن الفلوس دي على مدار سنة وسنتين وثلاثة. مين معاه فلوس تاني يضخها في السوق علشان السوق يتحرك ويعمل عمالة ويعمل مصانع ويعمل مواصلات ويعمل دورة رأس مال في السوق؟ الذهب زينة وخزينة، لكن للي مش محتاج يبيع او يفكر غير بعد سنة او 2 أو 3. كيلو الذهب كان ب 800,000، بعد 4 سنين بقى 3,750,000. دي للفلوس الراكدة. أما لو تاجر وصاحب شركة فهو مش هيفرق معاه. الذهب زينة وخزينة للي مش محتاج رأس المال لفترة طويلة، للي ما بيعرفش يتاجر، للي مش حابب يشتغل، للي مش حابب يشارك، للي سايب مدخراته لأولاده لما تكبر، للي سايب ميراث. هو ده فعليا الزينة والخزينة. أما اللي بيحرك فلوسه، أما اللي بيضخ أموال في السوق، أما اللي بيتاجر، فهو مش زينة وخزينة خالص. هو أكبر خسارة هتعملها لتجميد أموالك. أشوفك دايما على خير.